هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي اعمل معكم قوارب البتنجان المحشيه باللحمه او الكارنيارك التركيه. يلا نبلش الفيديو. هلا رح نجيب البتنجان ونقشره بهاي الطريقه، وطبعا لازم نغسله. وطبعا هلا رح انقعه. طبعا هلا كل لتر مي بمعلقه ملح كبيره، وننقعهم لمده ثلث ساعه، بعدين بننشفهم وبنقليهم. طبعا هلا بنحمي الزيت وبنحط البصل لحد ما يدبل او يشقر. هلا على الجنب الثاني رح اقلي البتنجان. هلا هيك طلعت انا الدور الاول، وهيك لازم يكون شكلهم. هلا هيك انا حطيت اللحمه فوق البصل، ورح اقلبها واتركها تستوي. رح احط مكعب مرق، هيل، فلفل اسود، بابريكا، طبعا ما ننسى الملح. نحرك. هلا رح اقشر سن تومه. هلا رح احط صلصه طماطم، دبس رمان، هلا لأرضية الباذنجان حطيت زيت زيتون وحطيت عليها ثوم. وهلا انا فرمت فلفل حلوه ورح احطها. هلا رح اضيف البندوره، معلقه صلصه دبس رمان، هيل كاري مكعب مرق، فلفل اسود وبابريكا. البهارات اللي حطيناها على اللحمه رح نحطها على المرق. بعد ما استوت وضربناها بالبلندر، حطيناها هلا بقاعده الصينيه. طبعا حطينا نصها، ما بنحطها كلياتها. جان رح نفتحه بهاي الطريقه. وطبعا هيك شوفوا الحشوه بعد ما جهزت، ريحتها كتير زاكيه. هلا رح احشي الباذنجان ورح احطه بالصينيه. هلا الحشوه اللي ضلت من اللحمه رح افرقها على الصينيتين. طبعا هلا رح احطه بالفرن على درجه حرارة 180 لمده 20 دقيقه. الرف الوسطاني. بعد مرور ثلث ساعه رح احط عليها شويه كريمه. طبعا هاي كريمه طبخ. وهلا رح احط عليها كمان شويه جبنه موتزاريلا او جبنه ميكس. وطبعا الكريمه والجبنه اختياري. رح احطها بالفرن لمده 5 دقائق علشان تذوب الجبنه وتنخلط الكريمه. هيك صار شكلها النهائي. وبس هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. حبيتوا، اذا حبيتوا حطوا اللايك والكومنت والشير تبعت هذا الفيديو لرفقاتكم عشان هذا الفيديو يرتفع اكثر واكثر. وتضلوا بخير. باي.